القصة اللي غادي نشارك معكم اليوم من أغرب القصص اللي ممكن تسمعوها، والعنوان ديالها غيكون من أغرب القصص اللي ممكن تكونوا سمعتوها في حياتكم كاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم تحية كبيرة للجالية المغربية في كل مكان، خوتنا المغاربة من طنجة القويرة وخوتنا العرب والمسلمين في كل مكان. غنقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي نفراني ونرجعوا بالماضي، اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، واللي ما عندوش بداية ما عندوش نهاية. غنقول بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا خوتي واحد العائلة، عائلة اللي عندهم 5 ديال البنات وولد واحد. الولد كان هو الكبير عند الحاج الكبير والحاجة فاطمة. عندهم 5 ديال البنات وولد واحد هو الكبير في دوك الولاد. داك الولد كان مزوج وهو اللي كيعاون الاب ديالو في الحياة اليومية ديالو. الاب ديالو كان تاجر كيبيع ويشري في الحصر، يعني ماشي الحصر دوك التسارح. كان عندهم واحد المحل كبير في المدينة، وكان عندهم في نفس الوقت كاميو اللي كيمشيو للسواق وكيبيعوا حتى الجملة اللي بغا الجملة حتى هي كيبيعوها ليه. المهم بقى هذاك الولد الاسم ديالو السي محمد مع الاب ديالو. من بعد الاب ديالو زوجو ولد معاه وليدات، وكيف ما قلت لكم عندهم 5 ديال البنات. دوك البنات وقف السي محمد على خواتاتو كلهم، حتى كل وحده وصلها لبلاصتها الا البنت الصغيره ملكه. ملكه اللي كانت آية في الجمال، اللي كانت حتى كيجي شي حد يخطبها وما كيعاودش يرجع، كيخليه الحوايج، يخلي الدهاز، يخلي الذهب، يخلي الخاتم، كيخلي كل شيء. بعض المرات كيكون العرس واقف وكيمشي العريس ما كيكملش. شنو السبب؟ ما عرفوش شنو السبب، ما خلاو فين جراو بملكه. السي محمد بغى يحماق على داكشي اللي واقع لختو. نقدروا نقولوا ولات شوها في الدرب ديالهم، يسموها العروسه المنحوسه. يا اما كيمشي العريس ليله العرس وما كيعاودش يرجع، يا اما كيخطب وما كيعاودش يرجع، يا اما كيتلاقى معاه وما كيعاودش يرجع. بقات حياه ملكه بحال هكاك. ولات ملكه في عمرها 34 سنه وهي على هاد الحال. ما خلاو فين مشاو بها، ما خلاو بها رقات، ما خلاو بها فقهاء، ما خلاو بها اطباء نفسانيين، ما خلاو فين مشاو. واحد المره هو يجي الاب ديالها، هو يجي مع واحد الراجل كبير في السن، قال ليها مليكه سلمي على عمك. سلمات على السيد، دازت ليه يدو، حطوا اتاي حليوات، راكم عارفين داك التخربيق، جابت ليه داكشي اللي قسم الله، داروا الغدا وجدوا. قال لذاك الراجل واش هاد الغدا شكون اللي مطيبه؟ نقز الاب الحاج الكبير، قال لذاك الراجل راه مالكه اللي مطيبه، راه بنتي تبارك الله ما خاصها حتى شي حاجه، خاصها غير سعد. راه خو صحابي راني عاودت لك شنو اللي كاين، راه كيجي يخطبها بنادم، ولكن راه ما عمر شي واحد كمل معاها الزواج. ما عرفتش صحابي مناش، ما خليت اطباء نفسانيين، ما خليت رقات، ما خليت حتى شي حاجه اللي ما كدارش ما درتهاش، وخليت كلشي في يد الله. صافي بقات الامور بحال هكاك. خرج السيد تغدى مشى، جلس مع الحاج الكبير في المحل ديالو، جلسوا هادرين ضاحكين. قال لي ودي راه عندي ولدي باغي نزوجو، الا بغيت تعطيني مالكه ناخذ لولدي. قال لي الله يا ودي، ولكن انا راه ما عرفتش ما نقول لك، راه تقدروا تجيو وتخطبوا وديروا كل شيء وتقدروا ما تكملوش. هيك انا بنتي راه ما عرفتش المشكل اللي عندها. قال لي سيدي حنا غنكملوا، واخا سيدي العريس يهرب نكتفوه ونجيبوه، انت غير توكل على الله. فعلا داكشي اللي كان، مشى داك الراجل جاب مراته وبناته وولده وشافوا البنت، عجباتهم البنت، تفاهموا على كل شيء. حدوا النهار ديال الخطوبه، جاو الخطوبه، خطبوا البنت، داروا لها خطبه زينه بالذبيحه بالدفوع بكل شيء. اتفقوا على النهار ديال العرس باش غادي يديروا العرس، بحال تقريبا داروا شي 4 شهور هكاك ويكملوا العرس. صافي هادو كيوجدوا في شغلهم،
البنت كتخيط في الدهاز، مشات خيطت القفيطنات ديالها ديال الراندا، هذا بالطرز، هذا بالتنبات، هذه بهذه، هذه وجدت الدهيز ديالها على حقه وطريقه، ودايزه هي كل مره كتوجد الدهاز وخازنه من دوك الدهازات. المهم وجدت داكشي اللي خاصو يوجد، الامور كلها غاديه بخير وعلى خير. مره كيجي العريس يشوفها في دارهم، مره كتخرج هي وياه. المهم راهم بخير وعلى خير. وجدات مشات لعند الحلوايه مالكه، دارت الحلاوي، مشات لعند الطريطور، داروا معاه اشنو غادي يدار في العرس، كراو القاعه، كلشي قادوه، الامور كامله غاديه على ما يرام. فرحانه العريس هو فرحان بها، الامور كلها غاديه بخير وعلى خير. قرب العرس، مشات هي وياه لعند النقافه، اختاروا اللبيسات اللي غادي يلبسوا في العرس. مشاو عند الطريطور، اختاروا الماكله اللي غادي دار، اختاروا هاد الانواع ديال العصيرات، الانواع ديال المقبلات، الانواع ديال كلشي. العرس متول مقاد مصوب. دوك الرجال كانوا اصدقاء الحاج كبير والحاج المعطي، كانوا هما اصلا صحاب. اصلا بيعوا شريه في السوق وبيعوا شريه حتى في المدينه. المهم فاهمين على كلشي. السيد عارف راه البنت ما كيكملش العرس ديالها، يعني البنت راه ما كيكملوش الاعراس ديالها، علاش الله اعلم. المهم فين ما جات البنت بغات تزوج راه ما كيوصلش داك النهار ديال العرس، ما كيوصلش، علاش الله اعلم. بقات الامور غاديه بحال هكاك حتى نهار العرس. وجدات البنت، قادت الامور ديالها، لبسات، مشات لعند النقافه، لبساتها اللبسه، دخلت هي والعريس ديالها على العود، دخلوهم بعبيدات الرماء، بالدخله كي دايره دخله اسطوريه. كراو قاعه اللي كانت كبيره كيقولوا ليها قصر العرائس، وجابوها في الطونوبيل، ديك الطونوبيله الطويله، هي والعريس والاب ديالها والام ديالها وخوتها فرح وخواتاتها والسي محمد ما قاده فرحه. واخيرا اختي غادي تزوج. وكان هاد السي محمد دائما مرته كتقول لي اختك راه منحوسه ما عمرها تزوج. ومالكه كانت زوينه، كانت هي اخر العنقود، وكانت زوينه وكانت عزيزه على خوتها وخواتاتها. تنقول خوتها يعني خوها. المهم هبطوا على العود، هبطت لابسه هي والزوج ديالها اللبسه البيضاء، داروا الجروب او الجوق اللي كان حاضر، كانوا داروا واحد الدخله ديال العروسه، دخلت جلست، يلاه جلسات مالكه في الكوشه ديالها او في البلاصه فين كتجلس. علاش قلت لكم من اغرب القصص اللي ممكن تسمعوها في حياتكم هي هاد القصه. كيدخل واحد الكلب اللي كيدخل اللي قد السبع، كلب من دوك الانواع الكبار اللي كيكون الشكل ديالو بحال القهوي وداخل فيه الكحل. ملي كيتلاح في العريس، عرفتي ما تصوروش، ما قدروش الناس يفكوا العريس من الكلب، ما قدروش الناس يفكوا العريس من الكلب. شدوا وحده من هنا، كيطلقوا كيعاود يعطيه، كيطلقوا كيعاود يعطيه، حتى صفاه، حتى مات العريس وهو وحده ملكه. وداك الكلب ما قاش ملكه، ما قربش لعندها، ما عضهاش. تقدروا تقولوا لي شنو هو السبب؟ ملكه كانت كتعرف واحد السيد، كانت مصاحبه معاه، وكانت كتمشي عنده دائما، وكان هاد الكلب كيعرفها، وكان دائما فاش كتقرب للعرس، فاش يقرب العرس اي عريس كيجي عندها، ملي كيعرف هذاك اللي كانت مصاحبه معاه بلا راها صافي غادي تزوج، كان كيمشي كيهدو، تيقول ليه الا مشيتي كملتي غادي نقتلك. ما باغيش يتزوج بيا حيت عنده مرته، وهو في الاصل ديالو صياد، كيصيد، وما يخليهاش تزوج. وهي مسكينه خايفه منه، ما كتقول حتى شي حاجه، ساكته.
وقرر هاد الوحش الادمي يسكت وما يقول والو، وهو مربي الكلاب ديالو كيهضر معاهم كيفهموه شنو كيقول. وكان خدا كان دخل الحمام وشاف داك السيد اللي هو العريس دخل الحمام وخدا واحد التريكو من الملابس ديالو اللي بقى داك العريس فعلا كيقلب عليه وما لقاهاش، وشممها الكلب ديالو وقال لي غادي تمشي نيشه لهاد الريحه. وفعلا الكلب جاي ديريكت بالريحه اللي شم ودار داك التصرف وقتل العريس. العريس مات وهو وحده ملكه. شكون اللي صيفطو العشيق ديال الملكه. ولكن كيفاش غادي يعرفوا الناس بلا العاشق ديال الملكه اللي يرسل الكلب؟ ملكه اللي قالتها قلت لهم عاودت كل شيء. قلت لهم ما قدرش نقول لبا بلا ما تزوجني ولد صاحبك راه يقدر يا اما يموت يا اما ما تكمل حتى شي حاجه. ولكن هو ملي عرفوا ولد صاحب باها سكت وصيفط الكلب. ولكن هي في الاخر قرات وقالت لهم كل شيء. وهي ملكه فعلا كانت ماشي بنت، كانت هذاك السيد شبه مجوجه به. الحاجه اللي جاتني غريبه وهي السيد اللي رسل الكلب ما تحكم حتى شي حاجه ديال الحبس. حك هو ما غاديش يتحاكم في بلاصه الكلب ديالو، حكموا عليه بوالو، ما عندهم حتى شي دليل. غير ملكه قالت هذا الكلب راه ديال السيد اللي كنت كنبغي وكان تيبغيني. ولكن واش غادي يحاكموه على الكلب اللي تقتل؟ الكلب قتلوه. حك الكلب ما بغاش يطلق السيد حتى تقتل وهو شادو. مات السيد ومات الكلب. ولكن مول الكلب ما طرات ليه حتى شي حاجه، حك ما كاينش تما، ما شادينوش الكاميرات، ما كاينه حتى شي حاجه. كيفاش داك الكلب ترسل وجا قتل السيد الله اعلم. المهم هذاك العاشق ديال الملكه ارسل الكلب باش يقتل العريس والسلام. ولكن باش يتشد في الحبس ما عندهم حتى شي دليل عليه. غير ملكه اللي قررت وقالت هذاك السيد راه هذا الكلب كان وكذا وكذا. واللي عنده شي فكره على هذه القصه ولا على علاش هاد السيد ما تحاكمش مع انه خرج على هاد البنت، ما خلو هي هاد القصه تشاركتها معنا ملكه. رساله للبنات، راه اللي بغيك من اول مره غيجي ياخذك بلا ما تبقاي مع علاقه مع واحد وانت عارفه مزوج وعنده الولاد وراه ما عمره غادي يجي لعندك. راه غيبقى يقدر يعشقك يبقى معاك في الزنقه، ولكن باش يجي لداركم لا. هو هادي ما خلاها تزوج ما تزوج بها، قال ليه ما خضاني ما خلاني. نتمناو هاد القصه تكون فيها عبره كاع البنات. ردوا البال لراسكم. خوتي خواتاتي خليتكم في رعايه الله.